يوسف عيد الكوميديان المظلوم ابنه فنان شاب، وحكايته مع أحمد زكي ومتى توفي. ولد يوسف عيد بحي الجمالية بالقاهرة عام 1948. حصل على الثانوية الأزهرية ولم يكمل دراساته الجامعية. بدأ مسيرته الفنية عام 1975 في مسرحية نحن لا نحب الكوسة، لتستمر بعد ذلك مسيرته الفنية لحوالي 40 عام، شارك فيهم في أكثر من 250 عمل فني. لا يعرف الكثيرون أن ليوسف عيد ابن فنان شاب هو هاني يوسف عيد. للفنان يوسف عيد موقف شهير أثناء أداء دوره في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، حيث أنه أبهر الفنان أحمد زكي بأدائه لدرجة أن أحمد زكي بقي صامتا للحظات أمامه في أحد المشاهد. ظل يوسف عيد يعمل حتى آخر سنوات حياته، ولما سئل هل أنت حزين لصغر حجم الأدوار التي قدمتها، أجاب أن قيمة الفنان الحقيقية بحجم حب الناس له وليس بحجم الدور. توفي يوسف عيد عام 2014 عن عمر 66.